ازيكم؟ فيديو جديد، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم فادي مجدي من قناه تريكات فوتوشوب. كتير مننا بنشوف الشكل ده بيتعمل في بعض الصور وبيعجبنا، بس مش عارفين بيتعمل ازاي. ان انت تبقى شايف خط، تحسه فاهم يعني ممزوج كده، يعني الشخص داخل من جوه الخط ذات نفسه. يعني بص شكله عامل ازاي، فبتقعد تسال في الخط ده بيتعمل ازاي. الفيديو ده انا جاي اشرح لك في اول فيديو من سلسله توتوريالات من ده. اشرح لك ازاي نعمل الطريقه دي. لو دوسنا F12 ترجعنا لاصل الصوره. انا عايز ابدا بقى من from A to Z اوريك الصوره بتعمل ازاي. دلوقتي انا عندي صوره عاديه، صوره ما فيهاش اي حاجه، فاهم؟ صوره اهي لاير واحد. اول حاجه اعملها انا عشان اعمل اللي انت شفته ده الشكل في الاول، لازم احلل الشكل ده كان عامل ازاي. الشكل ده بتفكير اي ديزاينر او اي واحد عنده خبره بسيطه او من غير ما يكون عنده خبره. انا هشرح لك المواد بتعمل ازاي. المواد ده عباره عن اربع حاجات، اربع لايرات. لاير باك جراوند، فوقيها الخط، الكلمه كانت مكتوبه فوقيها شكل الجسم اللي قدامك او البني ادم، فوقيها الخط تاني بس معمول فيه شويه افكتات. مش فاهم اي حاجه، تعالوا نشرح. تعال نشوف قدامك دلوقتي عملي، هتفهم واحده واحده. انا اول حاجه هعملها لازم يكون عندي دبل لاير من ده. يعني انا هدوس كنترول جي عمل لي اتنين. فاكر لما قلنا عايزين تعمل لاير جديد بتعملها ازاي؟ عندي كنترول جي بتعمل لاير جديد، عندي ادوس كنترول زد درجه عشان اجرب حركه غيرها، ممكن اسحب ده كده عملت لاير جديد. لو دوست على المربع ذات نفسه بيديك لاير فاضي. احنا مش لاير فاضي، احنا عايزين لاير من ده. كده انا عندي ممكن اسمي دي اتنين، اسمي دي واحد. تمام تمام. همسك الطبقه اللي فوق وامسك اداه السلكشن تول اللي على جنب عند سلكشن اوبجكت من فوق. هعمل لك كلاود عشان يعمل ديتيل، يعني بيعمل تفاصيل كويس. مش بتطلع صح قوي بس بنجرب. نسلكت سبجكت، هيقعد يكمل معاك شويه لحد ما في الاخر هيوريك السلكت عامل ازاي. طيب اتعمل السلكت، شايف السلكت طلع عامل ازاي؟ الى حد ما كويس. وانا يهمني ان انا هكتب الكلام في الظهر هنا فيكون حاجتي مصوصه صح. هروح اعمل حاجه. في ناس لما بتعمل السلكت بقى عندك طريقتين، يا اما ادوس كنترول جي بيعمل لك اللاير اللي هو الشخص اللي الحته اللي اتقصت في بعضها، يا اما انا ما بقدرش ترضي قوي الصراحه ان انت كنترول جي لو عملتها ما ينفعش ترجع عن اي حاجه انت عملتها. يعني مثلا هنا مثلا انا هزود الحته دي كده مثلا، بص معموله كده غلط مثلا. دوست كنترول جي وشلت ده وشلت ده، اللير لوحدها. لو عايز بقى امسح ده هجيب بقى الجومه ومش عارف واقعد امسح فيه ومبقاش مظبوط قوي كده. انا خسرت الصوره اللي كانت معموله. هدوس ايه بقى؟ انا مش هدوس كنترول جي، انا عن نفسي هدوس على الماسك اللي تحت على اليمين ده. ايه بقى الماسك اللي تحت على اليمين ده؟ ده عمل لي حاجه حلوه قوي. انت فاكر دي انا كنت عايز اظبطها؟ انا عندي هنا الماسك ده انا ابيض واللي ورايا اسود. لو جيت الون بالاسود انا ابيض الخلفيه سوداء، لو جيت اعمل بالاسود تاني هيمسح. لو جيت تعمل ابيض وانا معمول، بص انا باين هنا فين؟ باين ابيض. لو جيت اعمل كده هرجع كل المسح تاني. فانت بقى كده معاك نسخه محفوظه عندك في اي وقت تقدر تعدلها من الصوره، بدل ما تعمل كنترول جي تتمسح من عندك خالص. تمام. ممكن اظبط دي بس كده، مهم قوي يعني كده بس. تمام. سيبك مني مش مشكله. اظهر الباك جراوند. كده انا بقى عندي اول خطوه عملتها ان انا بقى عندي طبقتين من صورتي. اجي امسك التكست تول اللي عايز اكتب بيها واكتب الجمله اللي عايز اكتبها. تمام. كبرها كده زي ما قلنا عشان امسك الخط اعرف اتحكم فيه. بدوس كنترول تي. تمام. ممكن بس اصغر دي كده عشان متبقاش كلها بره. وده الجايد لاين اللي بيبان. شايف الخط الموف ده بيقول لك ان دي الخط كده في النص بالظبط. تمام. اخر خطوه اعتبر قربت اخلص، انا اعتبر خلصت. اروح اعمل كنترول جي تاني من الخط. كده انا عندي طبقتين من الخط. كده انا الطبقات بتوع الاربعه بقوا جاهزين. ارتبهم ازاي بقى؟ احنا قلنا في الاول خط قلنا عايزين باك جراوند، بعد كده خط، بعد كده صورتي، بعد كده باك جراوند. كده تمام. هتقولي طب ما ترتيبهم صح بس انا مش شايف الصوره. ليه بقى؟ انت اول خط ده المفروض يكون باين منه حوافه بس، الستروك بتاعه اللي يكون باين. طب ماشي، لو جيت اعمل ستروك للصوره مثلا اعملها 5 حلو واللون الابيض عشان نفس لون الخط اللي ورا ودوست اوكي. كده عملت اشتراك. فين بقى الصوره؟ فاضل اخر واحده او اخر ستيب ممكن تعملها، ان انت شايف الفيل دي 100% خليها زيرو. شكرا انا خلصت. بقت الصوره جاهزه عندك.
ممكن حته كده يعني ايه فاهم ابداعيه من عندك تديها واحده دروب شادو كده منظرها كده. انا خلصت الموضوع وما فيه بكل بساطه. ما هو الا زي ما قلت لك قبل كده، انت لازم ترسم في دماغك الاول انت عايز تعمل ايه. هتقولي طب انا يا فادي فهمت منين ان انا لازم يكون عندي 4 طبقات، الاول الخلفيه بعد كده الاسم بعد كده الخلفيه تاني. الحاجات دي كلها اقول لك مع التمرين ومع التعود ومع ما تشتغل كتير دماغك هتبدا تبدع من نفسها، وتبقى عارف انا عايز اعمل ايه. انا عشان ابين الخط اللي في الاول لازم احطه فوق حاجه، وعشان يبان ان الجسم متداخل فوق ده الخطين انا ما حركتهمش لو تاخد بالك. يعني مثلا ما جبتش الخط ده فوق كده ويجي تحت، لا انا ما حركتهمش، انا لما عملت دوبليكيت من الخط عملته في نفس الحته اللي عملت فيها الخط الاولاني، بقول الاثنين على نفس الحته. انت لو جيت تخفي ده وتخفي ده ونعمل مثلا خلفيه كده باك جراوند اي لون تاني عشان تبان عندك شويه، شايف الخطين ورا بعض بالظبط، انا مفيش فرق ما بينهم، بس الاختلاف في الافكتس اللي في كل واحد فيهم. ده خط زي ما هو سوليد ما فيش اي حاجه، بص ابيض اهو، انما الخط ده بقى بص باين ازاي، باين كده متفرغ، خط متفرغ والستروك بتاعه ابيض. فلما اتحط على خلفيه بيضاء خط ابيض هو كمان ارجعه مكانه كده، كنترول زد تاني كنترول زد تاني يتحط مكانه كده على دي، يبقى في الاخر عندك بالمنظر ده. انا كده خلصت، جاهز استقبل منك اي حاجه عايز تسالني فيها. ممكن تبعت لي على البيج في الكومنتس، ممكن تبعت لي حاجات انت شفتها وعجبتك وعايز تعمل زيها عشان نقدر نعمل منها في سلسله توتوريالات من دهب. السلسله دي انا حبيت ان هي تكون بالاسم ده، ان انا مش هكبر لك الموضوع ولا احاول اصعبه. الموضوع زي ما هو السلوجان بتاعنا معروف، تريكات فوتوشوب البساطه دائما تفوز. ابسط حاجه هشرحها لك هي هتعرف تساعدك تكون جرافيك ديزاينر شاطر. كده اول درس معانا خلص، استناكم الفيديو اللي جاي مع درس جديد من توتوريالات من ده.